اهلا بيكم في طاقه ايجابيه. النهارده معانا ما شاء الله طاقه ايجابيه جامده جدا للستات بالذات، لان انا اتسالت كتير: انت كل ضيوفك رجاله ليه؟ مفيش واحده ست خالص؟ مفيش حد ناجح في الستات؟ فقلنا نبدا بمين؟ نبدا بحد ناجح في السيدات يعني. ما لقيناش حد انجح من الاستاذه خيرات الشعراوي. اهلا بيكي معانا. شرفنا. اخبارك ايه؟ الحمد لله. نورت الدنيا. طبعا انا مبسوط طبعا ان انا يعني النهارده في لقاء معاكي. ما شاء الله من السيدات الناجحه اللي عامله جدل كتير في الوسط بتاعنا. الناس كلها بتتكلم استاذه خيرات استاذه خيرات ست. طب احنا عايزين نعرف الجدل ده، قلنا نجيب استاذه خيرات نفسها تيجي تتكلم معانا وتعرف الناس شغلها عامل ازاي. لو حد واخد فكره معينه عن شغلك او عن طبيعه شغلك توضح لنا. انا نفسي عندي تساؤلات هبدا اسالها لك دلوقتي، انا مجهزها لك. وناس كتير عندها تساؤلات كتير في المجال بتاع حضرتك. ليه انت ضد الرجاله بقى الاول حاجه قبل ما نبدا كده؟ ليه واقف ضد الرجاله؟ لا، مبدئيا ده مفهوم غلط بجد في قلين كلها. يعني انا دايما بتسأل السؤال ده، بس انا فعلا يعني ايه، مش بتضايق منه، هم حقهم، لان هم دايما، انا مع الست دايما جايبه حق الست دايما، بس ما دخلوش في تفاصيل الموضوع ايه. ما دخلوش مثلا مكتبي وعرفوا قصصي، مع ان كده كده مش منطقي او طبيعي ان انا اقول قصص مكتبي ايه. تمام. بس الفكره انا اللي محطوطه في الوضع ده، انا اللي بسمع، انا اللي عارفه الست اتظلمت ازاي. فانا مش ضد الراجل ابدا. طب ما في محامين كتير بدون قطع كلامك، يعني في محامين كتير بيترافعوا عن المدني والجنائي والخلع ومحكمه الاسره. ليه استاذه خيارات مشهوره قوي بالحته دي؟ الناس اللي صنفوني مش انا. اه انا ما صنفتش نفسي، ولا المحامي على فكره مخصص لحاجه معينه. امم يعني مثلا استاذ يوسف العقل محامي جنايات، واشهر محامي جنايات في قليل. امم استاذ ايمن شرف، اساتذتنا يعني. هل المكتب بتاعه جنائي بس؟ مستحيل. صحيح. بياخد جنائي، بياخد مدني، بياخد اسره، بس هو لقب بايه؟ محامي جنايات. ايوه ايوه. ليه؟ لان هو عنده مهاره في ده. نفس النظام استاذ ايمن شرف، نفس النظام استاذنا الاستاذ فتاح، الاستاذ شعبان عامر. فكل واحد ليه تكه. يعني استاذ شعبان عامر يقول لك ايه، محامي مدني جميل. هل هو ما بياخدش اسره؟ لا، بياخد اسره. الاستاذ ايمن شرف محامي جنايات جميل جدا، ما بياخدش اسره، بياخد اسره. الناس هي حطتني في ده، لان لقت ايه، ان هي عندها مهاره في الاسره، عندها شغل كويس، بتبتكر في الاسره. قضاياها كلها فيها ابتكارات جديده، بتنفذ كويس. مع الست الضمير، مع يعني ضيف على ده حاجات كتير. مش ان طيب انت طيب انا جاي عايز قبل ما انا داخل لك في الحته اللي انت بتتكلمي فيها دي، بس انا عايز ابدا الاول الناس تعرف ايه بداياتك. يعني انت الاول دراستك ايه؟ تمام. عايشه فين؟ تمام. مكتبك طبعا معروف، بس من للبعض يعني في ناس ما تعرفش، حابين برضو اعرف كل الناس اللي هتسمعنا. تمام. فانا حابب اسمع منك الاول بداياتك. مبدئيا خريجة 2005 حقوق طنطا. لا ارجعي لي من ورا شويه، من ابتدائي واعدادي وارجعي لي ورا طيب. اه ابتدائي المدرسة الجميلة بتاعتنا، مدرسة أحمد شوقي، اللي تمام. كلنا اتعلمنا فيها. تمام. ودي تعتبر المدرسة اللي كلنا اتعلمنا فيها، ولها صحيح. ذكريات جميلة مهما طلع مدارس على فكرة. صحيح. فاكره حد من يعني المدرسين؟ طبعا. طبعا اديني أنا حد كده. بقابلهم على فكرة. أوقف العربية بتاعتي وابقى زي العيله وانا نازله، اقوم قابله المدرس واقوم نازله. استاذ سيد، استاذ سيد جمعه، استاذ محمد منسي، استاذ رضا العشماوي، اساتذه كتير قوي جميله، واستاذ سبيله. يعني انا مش عايزه انسى حد، بس انا بحبهم قوي، بحب مدرسيني فعلا، لانهم استاذ احمد الشن. لا عادي عادي قولي عادي. ده اللي نسيته فعلا، بس ده لا ما عادي يتنسيش عادي. اصلا. الله يخليك. احمد شوقي الاعدادي كان اعدادي بنات، معروفه مدرستنا. ثانويه بنات. بعد كده دخلت حقوق. طبعا مجموعي في الثانويه كان بسيط، بس كانت احلامي ان انا ابقى محاميه. ما شاء الله. دخلت حقوق اول سنه انتساب، لان ما لحقتش الكليه، مع انها كان مجموعها بسيط قوي لظرف ما. بعد كده من حبي في المجال، جبت تقدير عالي جدا، فحولت من اول سنه من انتساب لانتظام في طنطا. جامعه طنطا. طلعت بتقدير جيد. بعد كده الغريب بقى فيا، انا ما اتدربتش. ما اتدربتيش نهائي مع اي محامي؟ انا خريجه 2005، اتدربت عند الاستاذ شعبان عامر استاذنا حوالي 6 شهور بالظبط. تمام. فتحت مكتب 2006. ما شاء الله، على طول كده. فتحت مكتب من 2006، اشتغلت اكتر قضايا مدني. تمام. في الفتره دي 2006 ل 2011. تزوجت 2011، فضلت ان اقعد في البيت الفتره من 2011 2015. تمام. مفيش حاجه بقى في المحاماه خالص؟ لا خالص من نهائي. 2011 ل 15 دي ولا حتى تدريب ولا حاجه؟ بص هقول لحضرتك على حاجه.
انا عندي مبدأ اللي هو الفلاحي بتاعنا اللي صاحب بالين كذاب. تمام. انا ما يبقاش اولاد صغيرين وانا اسيبهم واطلع محاماه، يا ههمل مكتب ومصالح ناس يا ههمل اولاد. الفتره دي انا استغلتها في الماجستير، ما سبتهاش خالص. خدت 2014 2015 ماجستير، طلعت 2017. كان جميل. اولادي كبروا وخلاص انتبهت لشغلي وبقيت في مجالي. يعني من 2017 ل 2024 اعتقد ان قليل اللي تحكم على نجاحنا. ده ما مش شاء احنا بقى الله اللي عليك. هنحكم. ده ما شاء الله عليك، مسمع بس جدا ما دلوقتي شاء انا الله. مع حضرتك. الله يسعدك، ده شرف ليا والله. ده شرف لنا. الله يخليك. طيب مبدئيا انا حابب اعرف منك طبعا من 2017 لغايه 2024. لو قلنا في 2017 انت بداياتك، انت بتقولي كنت مدني. مدني في 2006، مش مخصصه مدني او مش اه مصنفه نفسي مدني. اه المحامي بيحكم عليه الناس من اغلب الشغل. يعني انا اقصد المكتب كان اغلب شغله مدني من 2006 ل 2011. كان اغلب شغله مدني. اللي هو زمان قبل ما اتزوج وقبل الماجستير وقبل ما اخرج للمجتمع تاني. طب انت ازاي اصلا الاسره عندك في البيت من قبل ما تتزوجي كده بمجرد 6 شهور تدريب يوافقوا ان انت تفتحي مكتب؟ وكان موقفهم ازاي معاكي؟ بيساعدوكي؟ مين اللي كان بيدعم؟ ابويا. اه ابويا اساسي اللي انا فيه في الاول طبعا. ما شاء الله. لان بابا ربنا يديه الصحه يعني طول عمره بيصرف على تعليمنا. يعني احنا 5 بنات ولد ما شاء الله. ما شاء الله. عندي الدكتوره ياسمين، عندي الاستاذه حنان وكيله مدرسه الثانوي، وعندي استاذه وفاء مدرسه فرنساوي، ما شاء عندي الله. الاستاذه سمر مدرسه فرنساوي، ما شاء الله. عندي ابراهيم اخويا ما شاء الله عليه صاحب سوبر ماركت كويس جدا. ما شاء الله. فوالدي طول عمره بيصرف على تعليمنا. انت اخت استاذ ابراهيم الشعراوي؟ أيوة. والله العظيم. استاذه ياسمين تقريبا كمان دفعتي. هي حاليا دكتوره في ما شاء كفر الله. الشيخ. دكتور ياسمين ما شاء الله. ما شاء الله. متزوجه مهندس فؤاد هناك وما شاء الله عليها حاجه كويسه جدا الحمد لله ما يا شاء رب. الله. فهم يعني ايه، انا والدي علمنا. ما شاء يعني الله. كان دايما يقول لنا مقوله جميله قوي، انا اصرف على تعليم البنت ومش عايزه اجوزها، لان تعليمك سلاحك ده اللي هتشيليه طول عمرك. فانا عمري ما انسى المقوله دي. فهو طول عمره بيصرف على تعليمنا. يعني اكتر حاجه يصرف على تعليمنا، لذلك هو اللي تمناه هو لقاه. الحمد لله. يعني هو دايما يتمنى ان اولادي يبقوا كويسين. وما شاء الله على اولاده الحمد لله كلهم ناجحين ما شاء الله تبارك الله. بس هو اكتر حد دعمك في حته ان انت تفتحي مكتب؟ طبعا فتح لي في بيته في بيتنا. يعني بابا انا طبعا ما كانش في ماديا طبعا هو يخليه يفتح لي مكتب على مستوى دلوقتي. ايوه. لان طبعا لما زوجي يفتح لي غير بقى والدي يفتح لي. زوجي انا بس اللي بعي. لكن والدي فيه بنات كتير ما ينفعش. فبابايا اداني شقه تحت في بيتنا، لان بيتنا كان المفروض 3 ادوار، فاداني شقه وفتحها لي وقال لي عيشي افتحي مكتبك وعيشي. ما شاء الله. وكان بيدعمني وبيشجعني كتير، وهو اللي قواني على فكره جدا. ما كانش خايف من حته المحاماه عموما؟ لان بعض الناس بتشوف المحاماه اللي هو محامي يبقى يعني ايه. ده كان بيشجعني صح كده؟ لا ده هو اللي عمل فيا كده. ده انا اخدت طبعا. وكمان بنت يعني مش بس ان المحاماه شغلانه برضو صعبه وفيها يعني لا كده بس. شجعني. ده كان بيشجعني كتير. ولما جبت انتساب انا كنت حزينه وزعلانه جدا. قلت له بابا خلاص انا هدخل اي كليه وهروح انتظام المنوفيه، ما انساش اليوم ده طبعا. قال لي لا لا لا، ده انا لو هدفع لك ايه هتدخلي وانا معاكي. قلت له طب انت قلت لي كده، انا بقى هذاكر وهبقى انتظام. الله يديله صح. بعديها بقيت انتظام، فبدا لاني طلعت الثالثه على الدفعه، فالدكاتره ادوني كتب هديه. يعني قالوا ال5 الاوائل هياخدوا الكتب كلها هديه. فبداوا كل سنه اسمي يتكتب في الناس اللي بتاخد الكتب هديه ومش بتتشاري اساسا. فبدات اللي هو بابا ايه اللي هو فرحان بيا ان انا اللي بقوله بعمله. وانا كده على فكره انا في اي مكان بنجح. يعني في بيتي الحمد لله يا رب، ده فضل من ربي عليا. لو حطيت دماغي في بيتي بنجح في بيتي. حطيت دماغي في الشغل بنجح في الشغل. يعني انا صاحبه هدف ما شاء الله. يعني انا طبيعه شخصيتي كده صاحبه هدف. حتى لما حطيت دماغي في ان انا احول انتظام، ذاكرت وجبت مجموع كويس ودرجات كويسه في الكليه وتقدير كويس لغايه ما حولت انتظام. ممتاز. احكي لي عن اول قضيه استلمتيها. زمان ولا دلوقتي؟ 2006. 2006 كانت قضيه. اول مسكت ملف كده وبسم الله. كانت قضيه واحد على طريق مطروح. كانت قضيه تعويض. كانت قضيه كبيره جدا وكنت خايفه اخدها. كان متوفي على طريق مطروح اسمه عبد الرسول طبيش.
ما انساهوش ابدا. الناس جولي وكانت الست اصلا مامته ماشيه في المحكمه بتعمل اعلام شرعي وتايهه، هي مش فاهمه هي بتعمل ايه. فانا طبيعتي لما بشوف حد ماشي كده تايه فانا بقول مش هخسر حاجه، فبقول لها انت عايزه ايه؟ لا في دماغي قضيه ولا في دماغي حاجه خالص، انت عايزه ايه؟ فقالت لي انا بعمل اعلام شرعي عشان ابني متوفي. فقلت لها طيب انت ليكي ايه؟ قالت لي ده ليا كذا. قلت لها طب تعالي ده انت ليكي قضيه تعويض. قالت لي يا بنتي في محامين جولي بس انا خايفه منه، ينفع ترفعوها لي؟ قلت لها حاضر. مش في دماغي اصلا، انا اللي هو ايه بساعدها بس كده، مش في دماغي قضيه ولا شغل ولا اي شيء. المهم رفعت للست دي القضيه، فجاه لقيت بقى الناس قرايبهم جم ومش عارف ايه والقضيه بقت قضيه. اشتغلتها، رحت مطروح، وطبعا كان صعب قوي. لوحدك؟ لا كان جوز اختي معايا. تمام. كان زوج اختي في مطروح ساعتها بيصيف، ما انساش اليوم ده ابدا. وانا رحت معاه واشتغلتها هناك الاسبوع اللي هم قاعدين فيه وجي. يعني هم رايحين يصيفوا وانت راكبه العربيه معاهم؟ انا رايح اشتغل. ما شاء الله عليك. ايوه ايمن جوز اختي، ايمن ياسين مرسي. تمام ما شاء الله. عارف معروف طبعا. ايوه كان هو يميها اسبوع في مطروح هو والاسره. وانا عارف اللي هو ايه شبطت في العربيه كده انا جايه معاكم. مش هغلس عليكم بس انا يعني ايه سيبوني اشتغل، ارموني في المحكمه وامشوا. ما شاء الله. فاللي هو ايه الحمد لله وفقت في القضيه دي جدا. ودي كانت اول قضيه ليا سمعت، وكان اياميها 90,000 حاجه كبيره قوي. خدت تعويض الاول 60، استأنفت بقى 90. فاللي هو بقى ايه اخدت اتعابي بقى 20,000. فزمان بقى 20,000 كان بقى ايه تعالى بابا افرح بيا بقى في 100 مليون دلوقتي. فاللي هو بقول له ايه اجيب عربيه ولا اجيب مش عارف ايه ولا ايه، عارف انت اللي هو ايه تبقى فرحان. طبعا. على اثر القضيه دي بقى خدنا قضيه كتير بقى، يعني اللي هو الحمد لله المكتب بقى اشتغل. كان في ايامها برضه حوالات العراق ومش عارف ايه شغل حلو. بس لغايه ما قعدنا في 2011 والحمد لله طلعنا، والحمد لله بنفس النجاح واكتر الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. طب جيتي تبداي في 2017 بعد ما اخدت الماجستير بتاعك في نفس البيت؟ لا انا بدات تاني مع اخو زوجي. تمام. استاذ محمد الصبري. تمام. نزلت معاه قلت مش هينفع اطلع مع حد لانه هو مش هينفع افتح على طول. وبرضه ما ينفعش ان انا اطلع مع حد غريب وانا بسني، ما ينفعش ان انا مش صغير. طلعت معاه تقريبا برضه نفس المده كام شهر. يعني بقى يعني انتوا فتحتوا انتوا الاثنين مكتب لا واحد؟ لا هو فاتح مكتب بس انا اللي هو لازم استرجع معلوماتي. ايوه بالظبط. ما ينفعش ان انا برضو البس موكل او ان انا ادي معلومه غلط هتفضل فيا طول العمر. يعني صحيح. هتفضل منسوبه ليا طول العمر. فطبعا لما طلعت قلت له انا عايزه ابقى معاك كام شهر كده استرجع. فبصراحه رحب جدا وانا اشتغلت معاه بس كام شهر قلت له خلاص انا عايزه افتح، فهو رحب برضو. فتحت مكتبي، اجرت مكان طبعا كان صغير مش زي دلوقتي. اول موكل عندي دخل كان مهندس تقيل في قليل، كان شغله كتير فهو امن مكتب. يعني شغله بدأ بداية ليا وكان اساس شغل المكتب عندي بدأ من المهندس ده. القضايا بقى الحمد لله اكسب القضيه دي ليه القضيه دي ليه، بدأ الناس تيجي المكتب. قضايا تبع البنى صح كده؟ كلها تراخيص مباني تراخيص قضايا وبنى مباني وقضايا مخالفات، قضايا كلها متنوعه. تمام. وكان في قضايا زوجيه برضو لحد قريب بس على بسيط لسه في الاول لسه على الهادي قوي. يعني هو اللي هو ايه هو جاي اصلا متخوف. انت فاهمني. لسه هي مين احنا كنا نعرفها الاول بس لسه اول قضيه دي طبعا انا اللي بشغلها يعني مش اللي هو يعني ما خدتش لسه الصيت بتاعها. لا خالص. بس عارف هو بيبقى فيه اسلوب يريح الموكل ويحسك فاهم ويحس بالارتياح وهو بيتكلم معاك ونفسيا هو خلاص ده محامي. مش معنى كده ان انا شايفه القلق في عينه، لا شايفاه بس عايزه اثبت له ان انا ما تقلقش. ده هو في ظهر لدرجه ان انا في اول موكل ده ما خدتش منه فلوس، مع ان على العكس دلوقتي بقطم ظهره عادي. ليش معايا الضرايب بتسمع الكلام ده خدي بالك بس عادي يسمع. هقول لك على حاجه، على قد تعبي على قد ما هاخد. ما هو انا تعبت وبتعب في شغلك فليه ما اخدش حقي؟ استحق. صح. فالمهندس ده هو زي ما قلت لحضرتك هو ده اساس شغلي، وحتى ما تقاضيتش منه فلوس في الاول خالص. قلت له انا مش عايزه اخد فلوس لان انا ما كانش هدفي فلوس على فكره. يعني انا اصلا لما فتحت وزوجي دعمني وقال لي افتحي وشجعني على ده، هو مش عايز فلوس هو عايزني اشتغل، فكان بيصرف على الشغل اصلا زوجي. طيب نقطه زوجك ان امبارح كان والدك
بيقول لك ابدأي وانا معاكي وفي ظهرك. النهارده بقى زوجك وانت بتقولي له انا عايز افتح تاني، خلاص اولادنا كبروا يلا بينا انا هفتح، دعمه كان معاكي؟ انت شايفاه ان هو كان الدعم اللي يستحق ان انت تكوني فيه دلوقتي؟ هو حاليا بص، اصل انا بابا مش ملزم بيا لما تزوجت. صح. بابا رمى الاساس. يعني بابا الاساس، هو رمى الاساس زي بالظبط ما بتبني برج وبترمي اساس كويس قوي. بابا رمى اساس كويس جدا، علم وعمل كل شيء. اساس زوجي بقى من اول ماجستير ده زوجي. لان خلاص هو وكان بيدعم، يعني كان انا عايز اخد ماجستير، يلا هتكلف قد كده، يلا هروح مشاوير ودكاتره. ده كان بيدعمني كمان ان انا عايزني اعمل دكتوراه، انا اللي ما رضيتش. ما شاء الله. يعني لدرجه ان ايام الماجستير ده انا كنت برجع متاخر، فكان زوجي دايما انا كنت احس انه عايزها، لا نهائي روحي، وكان يجيبني من طنطا ويوديني ولا معايا، مش فارق معايا. ممتاز. فهو بصراحه الفتره دي لا هو اساس، يعني ليه فضل ما شاء الله. طبعا. الرجاله بقى بص بقى الرجاله بقى اللي يعني هقول لك على بس الرجاله ايوه كده هم اللي بينجحوا الست. عشان والله كلام جميل اهو. والله بص لكوروني كده مش لازم ابص لكوروني، هم عارفين. الرجاله عارفين نفسهم اساسا، هم دايما اساس في كل شيء. انا عندي كده كويس، اساس فعلا، والله فعلا في كل شيء. تمام. اساس في خراب البيت يا ستار عشان اكون واضحه. وانت حلوه كويس وبتتكلم كلام كويس اهو. ما انا هقول طيب هفهمها لك. اتفضل. الست اصلا مخلوق ضعيف جدا، هشه. تمام. هي ليه الست لمضه وبتشتم كتير وبتهبل كتير ليه؟ ما عشان مكسوره الجناح زي ما بيقولوا بالفلاحي كده، مكسوره جناح. يعني اللي هي ولا حاجه، بق على الفاضي. طب ما انت عارف انها بق على الفاضي، طب ايه المشكله اما تهديها بكلمه؟ لا، بيقف قصادها ند بالند. كلمه واحده منك لزوجتك الموضوع خلص. لكن انت واقف قصادها، طب ضربتها، هي هتضربك؟ مستحيل. هتعمل ايه غير انها تشتم او تزعق او اللي هو يعني تطلع عن نفسها اللي انت عامله فيها. ايه المشكله؟ ايه اللي حصل؟ انزل يا عم وتعالى تاني. انت واقف لها، طب هتعمل لك ايه؟ بس مش كل المشاكل كده بالجمال اللي انت بتقولي عليه كده من ناحيه الست كده، في ستات برضه معلش مشاكل كده. في ستات قادره يعني. نرجع برضو للنقطه اللي انا عايزه اتكلم فيها وانت نسيتهاني، ان الراجل اساس في كل شيء، عشان ما لخفتش لانه هلخبط دلوقتي. قلت كلام حلو في الاول، الراجل اساس كل شيء ده الستات برضه هفصل بتقودك الستات برضه. ما انا بقول لك ما تفصلنيش وتدخلني في حته ان انا غلط في الراجل. طيب انا معاك، انا عايزه اهل قلبين حبايبنا، عايزه اطلع من هنا بسلام. على فكره عايز اقول لك على حاجه بس من غير ما انسيك، يعني هنرجع للراجل اساس كل شيء. وانا بعمل البودكاست ده قبل ما ابدا كده، فبقول لنفسي الرجاله هيزعلوا مني اللي هيسمعوني في اللقاء، فانا بين نارين يعني. اللي هيسمعوني انت جايب حد ضدنا او جايب حد بيخبط فينا جامد ومع الست جامد، فالرجاله يزعلوا مني. لو جيت الحلقه بقى وقعدت اخبط فيك انت جامد، فالستات هتزعل مني، انت جاي تخبط، انت فاهمه؟ فانا ما بين نارين، اللي هو عايز يبقى الحلقه متوازنه علشان برضو ايه والله خالص. لو فهموها صح مش هيقولوا كده. بدليل ان انا دايما وانا مش هقول الكلام ده على العام وهكون بكذب فيه. تمام. وفي ناس ترد، انا كام حاله برجعها، كام حاله بتجيلي المكتب برجعها، كام حاله بتيجي تشتكي عندي وما بلاقيش سبب، بقول لها قومي روحي. وارد والله، يعني مثلا حاجه واحده جات لك ما عرفتيش سبب او سبب بيشخر وهو نايم، والحاجات اللي بتتقال دي ممكن ترجعيها. دي كلها من سبيل الفكاهه، من بتاع الحاجات الافيهات الجميله اللي على الفيس فقط، لكن دي مش على ارض الواقع. اصل مش هتيجي، اصل رجاله البلد كلها بتشخر يا فندم. ايوه الناس تتنام في راجل ما بيشخرش، الستات نفسها بتشخر دلوقتي. هتقول لي اللي هو بيشخر؟ لا انا بهزر، مش بيشخر، انا قصدي ان احنا جايين بسبب تافه. ايه المشكله مثلا اللي هو جنبك عشان بسبب ايه وقف جنبك ليه؟ تمام. انا عندي مراحل في القضيه عندي، يعني ان انا برفع الاول التسويه، تمام، وما بدخلش بالطلاق نهائي. نهائي انا ما برفعش طلاق خالص في الاول. اما الست بتيجي تتفق معايا بقول لها هنعمل نفايات على اساس اللي هي قرصه ود. انا عايزه بناء على ايه بقى؟ بناء ان هو يزعلك في ايه؟ فانا خلاص انا هقف جنبك بقى. هقول لك فيه. يعني بعض المشاكل مثلا ما بتبقاش مشكله واحده، كذا حاجه. يعني بخيل جدا جدا. اكتر حاجه بتنرفزني بقى فيزة الشغل. موضوع فيزة الشغل، الفيزا بتاعت الست. يعني الست عامله وياخد هو الفيزا بتاعتها، يقبض المرتب. ده المشكله جدا. والله. لا طبعا. ايه ده؟
طب انا معايا فيزا مراتي دلوقتي تجيبها اخبيها ولا اعمل ايه؟ بالتراضي. طبعا الحمد لله. انا عايز اقول لك على حاجه، معلش بدون قطع كلامك، انا ممكن انا في بيتي، ويمكن ده اللي بفضل الله، يعني بفضل الله، انا بدخل البيت بفلوس في جيبي بطلعها برميها على التسريحه، ما اعرفش هم كام، فين وفين لما اسال احنا معانا كام دلوقتي عشان بنعمل كذا. فلذلك في الفيزا معايا، الفيزتي معاه، يعني الدنيا فاهمه، مفيش مشكله عندي. فالفيزا معايا عادي، ما فيش مشكله ولا ايه؟ ما هو انا ما اقصدش بعممها على فكره. انا اللي اقصده انت قلت بعض المشاكل، فاذا في مشكله. يعني المشكله قائمه على ايه؟ على المرتب او على الماده، انه بيقبض راتبها ما يدينيش. يعني مثلا دي الاكتر المشاكل اللي بتجيلي هي دي. ودي بصراحه انا نفسي بستفز منها جدا. صح. لان لما بجيب الزوج بقول له ايه، لان انا ساعات الزوج بيطلب يجي، فطبعا بصراحه انا برفض تماما الخصم يدخل مكتب تماما. ما يدخلش مكتب الا ان هو بيبقى باعت حل، فانا اقول له لا ما تجيش غير اما الزوجه تكون موجوده. غير كده لا، او حد طرف غير كده ما تدخلش مكتب. لان عندي مبدا بقى اللي هو ايه، الموكل بتاعي صادق. ايوه، بيتحمل نتيجه كذبه عليا. صح او غلط ده انا ما اعرفش، بس انا عندي ايه قناعه ان انت الموكله بتاعتي حكت لي، هي تشيل ذنبها بس انا صدقتها. فانا ماشيه على كلامك انت، مش ماشيه على الواقع مثلا اللي عندك. لا، انت اللي بتقولي وانت اللي هتشيلي. طب لو تاكدت ان الواقع او الكلام بتاعها ده كذب، تاكدتيه باي طريقه كان، والدك مثلا انت بتصدقيه وبالنسبه لك حاجه كبيره، جه قال لك على فكره البيت الفلاني ده انا عارفه والموكله دي لا مش صح، ظلمه، بتعملي ايه لو مش صح فعلا؟ والله لو اتاكدت، مش قصدي والدك، انا قصدي اتاكدتي بطريقه يقينيه ان ده حرام، ده غلط عليك، لان ما بحبش اكذب. همشي في شغلي برضه مش هكذب عليك، بس اللي هي الحقوق القانونيه الشرعيه بتاعتها معايا. يعني في بعض الحالات ببقى اوفر شويه، اللي هو ممكن ايه اعمل شكاوي تانية، بس لما الزوج يعاند معايا قوي ويجي عليها قوي، فانا بستفز منه. انت بتيجي عليها ليه؟ هو احنا شاكيينك ليه؟ هو انا بحبسك؟ هي ايه الشكاوى الشرعيه اصلا؟ يا الدفع يا الحبس. طب بتدفع، هو انت بتدفع لمين؟ ما هي زوجتك، ما هو لعيالك، هي لمين اصلا؟ يعني كلها داخله في بعضها. دي مردوده في دي، فايه الجديد عندك؟ انت بتعاند في ايه؟ فانا شخصيا انا اللي مستفز. فتدفع. فالفكره في ايه؟ في ان الزوجه عندي هنا مش غلط. ماشي، انا معاك، بس برضه معلش انا بقول لك ان الموضوع اللي انت بتترافعي فيه ده، الست دي او الموكل بتاعك ده مش صح، وانت اتاكدت بطريقه او باخرى ان انا شغاله غلط مع حد كذاب، مع حد ظالم، مع حد كذا. في القضيه الاسريه مش هسيبه. مش هتسيبيه؟ الاسريه انا صادقه معاك. الاسريه مش هتسيبي، انا برضه مش هسيب القضيه ولا حتى هقعد مع الست تعالي انا سمعت كذا بص هقول لك تعالي نحل لا بقى. دي بقعد كتير وهم عارفين كده. بقعد كتير، وعلى فكره برن كمان على الزوج، مش برن عشان ما اكدبش عليك، اللي هو بتواصل معاه باي طريقه على رغبه الزوج، بناء على رغبه الزوج ان احنا نحل، وبجيبهم الاثنين. يعني انا افتكر حاله من الحالات عندي، كنت اول ما فتحت 2008 لا 2018 تمام، بعد ما اشتغلت تاني. الحاله دي كنت اعرف ان اهلها السبب، فرنيت عليها وكلمتها، قالت لي انا عايزه، حسيت منها، ما قالتش صراحه ده بي ده عليه ده. قلت لها بس يا فلانه انا مش مرتاحه لكلامك، انت اصلا ليه بتكلمي وبتعملي وبتقولي لزمايله على مشاكلكم؟ ما يجوز. وده بقى من هنا عرفت اساس المشاكل الاسريه ايه. دي كانت اول قضيه ليا شرعيه عرفت اساسها ايه. فقلت لها طب ما يجوز يكون اللي حواليكوا قالوا لك الكلام ده مش صح اصلا، ما تقعدي معاه لوحدكم. مامتي رافضه، طب بابايا رافض، طب اخواتي رافضين. المهم قلت لها طب اتواصل معاه، فحسيت ان لا راه، فرنيت عليه قلت له استاذ فلان تعالى. فجه بصراحه رحب جدا، فترحيبه ان هو يجي حسيت ان هو اصلا باقي على ايه، على الحياه الاسريه وباقي على زوجته وعلى ابنه. فصعب عليا اصلا ان هو يبقى باقي كده، فبدات اسرد معاه الكلام، فحسيت ان الراجل ما عندوش ادنى مشكله نهائي، ولا عنده مشكله في عيشه ولا في مصاريف. كل المشكله ايه بقى حضرتك؟ وده على فكره بنسبه 97% المشاكل من هنا. فلان قال لي، اصلها قالت لفلان، اصل مامتها قالت كذا، اصل مامتي قالت كذا. هتيجي تقعدوا مع بعض غير الطرفين دول. ايوه عشان كده، عشان احل مشكله اسريه باخد الزوج والزوجه بس. انا لا عايزه اهل ولا عايزه صاحبك ولا صاحبتك، لان كل دول اصلا اللي عاملين مشكله. طب انت سمعت كلمه، طب ما تقولهاش.
لكن ده انت بتزود عليها 500 كلمه. في اليوم ده اتصلت بالبنت من غير ما هو يعرف، وقلت لها تعالي لي، وهي ما تعرفش ان هو موجود. طبعا العلاقه الزوجيه قائمه، يعني شرعا مش حرام عليا ان انا اجيبهم ويقعدوا يتصافوا مع بعض شويه. فقلت لها تعالي لي، فجت، فقلت لها انا هسيبكم مع بعض 5 دقايق. خرجت في المكتب التاني وسبتهم مع بعض. والله يا استاذ طارق بالظبط ربع ساعه، ربع ساعه. فدخلت لقيت البنت بتعيط، وهو حرفيا منهار من العياط بسببها. فدخلت قعدت، فحبيت ان انا الطف الجو. قلت له بقول لك ايه، احنا مش هنتعاتب، انت هتروح دلوقتي طيب ابنك فين يا فلانه؟ قالت لي في الحته الفلانيه. قلت لها طب اتصلي عليه. فايه، قلت لها اتصلي بس عليه. فبعتت جابت ابنها. قلت لها حاجه بقى مضحكه ليا يعني. قلت لها انا بصي مش هديكي توكيلك ولا حاجاتك اللي انت ماضياها ولا صياغ ولا هسيبك غير اما تروح تجيب بيتزا في الاندلس دلوقتي حالا. لا وحددت لهم المكان وتاكلوا وتنزلوا صوركم واهاليكم بقى يشوفوا صوركم وانتوا قاعدين، وده الحل عندي. برافو عليك. لا تروح تقول لها، وهم يمكن هيسمعوا الحكايه دي وهيعرفوا ان هم ايه. هتروحوا تنزلوا صوركم حالا من غير لا انت تقول لاهلك اللي انت هتجيبها ولا هي تقول لاهلها. دي يا ابني زوجتك شرعا، وده زوجك لا ابوك ليه حكم عليكي فيه ولا والدتك لها حكم عليه. خد زوجتك ومشي. الله يبارك. وفي اليوم ده والله ما خدت اتعاب في اليوم ده خالص من فرحتي ان هم اصلا رجعوا، ولغايه الان الحمد لله ما شاء الله. تعالي نرجع بقى للزوج اساس كل شيء. فرحينا كده بالكلام. الرجاله اساس قولي كلام كده يفرحنا كده بالله عليك. ما احنا قلنا اهو حلو زي الراجل. انا بقالي شويه حلو. انا ما قلتلكمش حاجه خالص. لا انت كنت ظلمني على لا مش ظالمك ولا حاجه والله. احنا بس بنتكلم في حته. طبعا مهنه المحاماه مهنه صعبه جدا جدا جدا. والمحامي الذكي، دي ورؤيتي يعني، المحامي الذكي هو اللي يكون بيتعامل مع الحاله اللي جايه له، بيشوف ربنا الاول وبعدين يبدا يتعامل. تمام. دي وجهه نظري المتواضعه في النقطه دي. لان في مهنه المحاماه فيها مشاكل كتير جدا، وفيها يعني احداث ممكن تخليني ادخل في زوارق مع ربنا مش صح. طبعا وصلك الفكره يعني. احنا تخيلي طبعا، انت عارف احنا بنتحاسب على الكلمه اكيد طبعا هنا وعندنا على يميننا وعلى شمالنا. كل كلمه انا بقولها فما بالك الكلمه دي ممكن تبقى ورقه طعن، ما تبقاش كلمه بس. سؤال جميل جدا. صح كده يعني. ممكن اجيب طارق مثلا عايز اهدد فلان مش عايز يجي بالسكه دي، فانا اروح اخبطه في حته تانية مش بتاعتي اصلا وظلماه فيها وانا عارفه ان انا بظلمه فيها. تمام. انت فاهماني؟ تمام. فموقفه من ربنا هيبقى ازاي؟ طبعا انت في صراعات اكيد جواكي وانت بتشتغلي. ربنا هيقول ايه؟ طب انا كده حرام عليا ولا حلال؟ صح كده ولا؟ تمام. فاكيد بتقابلك الكلام ده. بص اقول لحضرتك على حاجه. مبدئيا الحته دي اصلا كانت بتشغلني فعلا زمان. تمام. بس الانسان بصفه عامه بقى دكتور محامي، على فكره انتوا خصصتوها للمحامي. لا كل الناس. ماشي بقى. انت بتديني بقى ان كل الناس مش انت لوحدك. ماشي. يعني ده سؤال جماعي عن المحامين. تمام. بص بس المحاماه كتير. انا معاك. المحاماه فيها احداث كتير. المحاماه فيها احداث كتير بتضطر بتاخد الشخص للحاجه الحرام. صح. انا معاك. بس خلينا نبص، لو كل مهنه، لو الانسان اصلا مش حلو من جواه ممكن يعمل الحرام في اي شيء، حتى لو دكتور، حتى لو مدرس، حتى لو مش المهنه اللي هتحكم على حضرتك تعمل الحرام او الحلال. صح. ممكن يكون شيخ، استاذن حضرتك مع احترامي لجميع الشيوخ. صحيح. وبيكون لا يتقي ربنا في اي شيء، لا في قول ولا في فعل ولا في اي شيء. ممكن وده بيقسم اكتر من المفترض محامي. صحيح. او دكتور. ليه؟ صحيح. لان انت معلش انت قدوه لينا. طب ما في شيوخ وبيقعدوا، مع احترامي انا ما بخصص، انا بتكلم على العام. صحيح. في شيوخ بيتكلموا باسم الدين وبيقعدوا في قعدات عرفيه. هل هو بيتقي ربنا في قعدته؟ والله يا نهائي. يعني انا مش بخصص برضو ولا بقصد حد، بس زي ما في كده زي ما في كده. مش على مستوى قليل عشان نكون واضحين ومحدش يقول ان على حق. لا، على مستوى الجمهوريه. انا ليا موكلين في كل مكان، ويجي شيخ اقسم بالله لا يتقي الله، لا في قول ولا في فعل ولا في حكم ولا في اي شيء. هل هو كده اخطائه او الحرام اللي هو بيعمله بسيط؟ لا طبعا. لا مش بسيط طبعا. هل هو كده بحكم شغله، هل هو اداله مجال لان هو يعمل حرام؟ ده شيخ
ده المفترض قاعد في الجامع. صحيح. ده انت الحرام عندك المفروض ما تقربلوش، لانك عندك علم بيه، في الحلال على طول، وفي القرآن وفي كذا وفي كذا على طول. فليه انا ممكن اعمل حاجه غلط اللي انا جاهل بيها، لكن انت عندك العلم ايوه اللي انت عارفها ان دي فعلا غلط، وده هتقسم عليه اكتر مني انا كمحامي. 100%. ليه؟ تمام. لان ده شغلك انت فيه. صحيح. انا كمحامي انا بقى انا ممكن اخد ثواب احسن منك. ليه؟ لان انا عندي اصلا كل شيء. ما اقصدش الحرام ان حاجه وحشه، لا، ده المهنه مهنه ساميه، مهنه جميله، اصلها المبادئ والاخلاق، اصلها كل حاجه حلوه. المهنه دي مهنه جميله جدا. احنا بعض الناس اللي مش حلوين، اللي مش اسوياء اصلا في المحاماه، دول اللي حطوا من المهنه لتحت. لكن المهنه جميله. ايه اللي خلى الناس تفتكر ان المهنه دي فيها كسب كتير؟ من بعض النماذج. بس في نماذج تانية من الدكاترة ومن المدرسين ومن الشيوخ ما هم كذابين وبيكذبوا وبيعملوا، ما حدش بيلتفت لهم. لأن المحامي اتخذ إيه؟ شكل الجندي الشجاع اللي في الوش. فالناس مش هتضرب اللي في الظهر، الناس عايزة تضرب اللي في الوش، عشان ده اللي بيدافع عنك. فمين اللي يبقى قصادك؟ هو المحامي. فأطلع فيه 1 و2 و3 و4. أصله بيعمل أصل. طب ما هو وارد جدا إن هو يكون صادق. انتوا ليه مثلا قلتوا كذا خالص؟ طبعا انت هتقول دلوقتي لفتني في السؤال. لا انا مش هقول كده، انا ارجع لك بالسؤال تاني، انا ارجع لك بالسؤال ده، مش هسيبك. اصل انا حاساك كده عايز تقول لي ايه، ما جاوبتيش برضه. لا ما جاوبتيش فعلا، لسه انا معاك. المحاماه مليانه الاعيب. وانت بتقولي بعض المحامين زي ما بعض الدكاتره، لا احنا خلينا نقول، انا اسف يعني، اغلب المحامين، نسبه كبيره جدا محامين سوقوا سمعه المحاماه. انا اسف يعني يعني نوادر قوي لما تلاقي محامي شاطر وبيتقي ربنا ومحترم. نوادر لما الاقي محامي مثلا حد رايح يشتكي طارق، يشتكيني انا، تمام، رايح للاستاذ خيرات، يا استاذ خيرات طارق ده عمل فيه 1 2 3 4. طب والله انا اعرف، بلاش طارق عشان الناس هتقول ده طارق، انا اعرف ان الشخص ده محترم قوي، طب ما تخلينا نحل معاه ودي قبل ما ابدا اجراءاتي وكلام من ده. نوادر. تمام. يعني انا ليا واحد صاحبي، تمام. صاحبي دفعتي وزميلي وكل الكلام ده، حد راح له في مشكله كان بيقومه انه يعمل لي قضيه. طب ما تعالى كلمني، ما ينفع انا احل المشكله بره وانت والشخص ده راح لك، انا شخص راح له قال له ده طارق عامل مشكله كذا كذا كذا، لا مشكله ايه ده، احنا هنعمل كذا وهنرفع كذا وهنخلي، وهو صاحبي. طب ممكن انت تيجي تكلمني في الاخر على فكره، لا ترفع قضايا ولا تعمل حاجه. نفس الشخص اللي كان عنده مشكله معايا راح لحد تاني، لقيت حد تاني كلمني بكل ادب واحترام، طارق في مشكله كذا كذا كذا، انا اعرف ان طارق ده كويس وابوه راجل ربام وكذا وكلام من ده، تعالى يا طارق نقعد. رحت قعدت، الوضع 1 2 3 نحل، طبعا نحل، يلا وحلنا، ما خدتش معانا ساعه ساعتين. ففي محامين كتير ما عندهمش القدر ده من الاحترام، انه محترم المهنه بتاعته، مش ان انا ارفع قضيه، المهنه اللي بتاعته ان انا احل مشكله، احل القضيه، صح كده؟ مش ان انا مثلا ابقى عارف ان فلان ده قتل وداخل عليا يقول لي انا ما قتلتش، وانا متاكد انه قتل بس انا هيكسبني، يلا بينا. تمام. مش ده اللي بيحصل، احنا شايفينه مع الاغلب، صح كده؟ تمام. فالمهنه دي لازم يكون فيها قبل ضمير العمل، في ضمير ما بينه وما بين ربنا صاحي، ان انا قبل ما اشتغل عارف ان ده راجل بتاع مخدرات، قبل ما ادخل اترافع عنه هو بتاع مخدرات، لا والله انا مش هترافع، وربنا بيعوض. يعني ايه طبعا. يعني اكيد انت عارف الحديث ده اكتر مني، ان ربنا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. انا ممكن اترك قضيه انا شايف ان هيجي لي فيها 100,000 جنيه، اتركها لله، لان انا عارف ان الراجل اللي هترافع عنه ده ظالم او متاجر او قاتل او كذا، بس انا عارف انا هتركها لله، ربنا هيعوضني ب5 6 قضايا بحاجات تانية. ولو ربنا ما عوضنيش ب5 6 قضايا وعوضنا قضيه واحده، ففلوسه لو كانت جات لي كانت هتروح في حته غلط، تمام، هتروح في حادثه، في عمليه ما مش هستفاد بيها، لان انا مش هستفاد بحاجه ما فيهاش بركه، صح كده؟ تمام. فانا بشوف من وجهه نظري ان مهنه المحاماه فيها كتير قوي من الناس المحامين مش بيراعي ربنا في الحته دي. انا عندي كم قضيه، عندي كم ملف عندي في المكتب، اظن كده وصلت لفكره السؤال. يلا بينا هرد. اتفضل. بص، انا برضو هرجع واقول ان كل اساتذتنا المحامين محترمين. انا مش بشتم حد بس غلط. لحظه، مش بغلطك. كل اساتذتنا وكل نقابه المحامين وكل اعضاء نقابه المحامين ناس محترمه. المهنه انا بتكلم برضو، هصمم على دي، فاصل المهنه كمهنه حلال وجميله وليس اشخاص. تمام. برضو هتطرق لان انا مش هرد على اشخاص، لان انا مش هحكم كل شخص في بيته او هحرم سلوكيات الشخص، لان احنا كده
بنتكلم عن شخص وليس كمهنة. لما انا اقول اللي حضرتك قلته طبعا كلام يحترم وكلام جميل جدا، وده الوارد وده اللي بين عامة الناس، كل الناس بتقول الكلام. صحيح. بس لو جيت تفكر فيه بسلاسة وبمرونة هتلاقي ان برضو انا اللي حضرتك قلته ده برضو ممكن يتعمل في قاعدة عرفية، يعني مش سائد على المحاماة او مش مقتصر اقصد على المحاماة، ممكن يتعمل في مؤتمر طبي، صح؟ طب ما تقارناش بغيرنا، خلينا في احنا. انت بتشوفي ده ازاي؟ يعني بتشوفي الكلام اللي انا قلته ده مع المحامين ازاي؟ انا عارف ان كل الناس فيها فساد. حضرتك بشوف ان المحامي بيدخل يأدي عمله، هو في دماغه ايه حضرتك؟ اصل انا لما الموكل يجي لي يقول لي والله ما قتلت، والله انا ما يحلف لي على المصحف، والله والمصحف ده انا ما ببيع مخدرات، مطلوب مني ايه؟ ان انا اعمل ايه؟ امشي وراه؟ اكيد لا طبعا، انا بدافع عنه على الحته اللي وصلني ليها، صح؟ هو اللي وصلني لان هو ما عملش كده، فانا بدافع عنه او داخله تحقيقي بناء على ايه؟ ان هو اقسم، قسمك شيله. طيب انا هقول لك موقف بسيط عني بقى كشخص، انا ماليش دعوه باي حد تاني، انا ليا دعوه كشخص انا. حضرت تحقيق قتل بتاع بنت من شباس من سنتين بالظبط. الراجل ده دخلت، هم اقسموا بالله ملوش يد في الموضوع خالص، وانا حضرت التحقيق ده تقريبا 1 بالليل، الناس جم خدوني من البيت، نزلت لان انا بنزل في اي وقت، انا دي مهنتي فلازم انزل في اي وقت أنا الموكل عايزني فيه. نزلت بدأ تحقيق، فمن الحاجات الطريفه وهو بيحكي قال له والله يا باشا انا ما قتلته، والله ما حصل، فانا مصدقاه. فقال له امال انت عملت ايه؟ قال له والله ده التوك توك عطل في نص الطريق، وبعدين قمت فنزل يصلح التوك توك، فانا برفع التوك توك، فانا التوك توك معبود على دماغه، فانا خلاص اللي هو توك توك اللي اتجبد على دماغي، وبعدين توك توك اللي وطى تحت التوك توك، فقمت انت رافع التوك توك فاتهبد على دماغه. طب ماشي، هو اتهبد على دماغه، انا بقى ايه عايزه اكمل. فانا سكت كده واستوقفني رده، وكيل النيابه بص لي كده، فانا فهمت، فانا ايه عايزه اكمل. فقال له طيب بعد ما اتهبد على دماغه انت اسعفته؟ اصل انا لقيته كده كده مات. قال لا ما ماتش واروح فيه لسه، اصل انا لقيته كده كده خلاص مات او هيموت، فقمت انا مجرجره وقمت رايح بوديه في الحته الفلانيه وقمت راميه عشان ما يتهمش فيه. فقام وكيل النيابه مطلع له الكوتشي بتاعه عليه دم وشويه دولار جايبهم مش عارفه منين، المهم وعليهم دم الراجل. طب دول مش حاجتك؟ قال له اصل انا لما شديت وقمت حاططهم فين فوق السطح وقلت الملاء، يعني قصه وروايه عشان ما اقولش القصه كلها تتعرف. فاللي هو ايه، انا تصرفي كان ايه؟ والله هذا حصل والناس سامعيني واكيد هم عارفين قصتهم وعارفين ده بالفعل حصل. انا قايله له كلمه يا بعد اذنك يا ريس، السلام عليكم. انا ما قلتش كده بس ايه سلام عليكم. فالراجل بيبص لي كده استاذه، قلت له مش انت قتل وسبق اصرار وطرز ايه ده ايه يعني في ايه سلام عليكم. فاهله قابلوني تحت، فمامته بتعيط. للامانه انا قلت لمامته كلمتين، مامته واخوه، قلت لها بصي يا ست الكل، انت مالكيش عندي غير كلمتين وانت حره، انت مش لاقيه تاكلي اصلا، روحي شوفي حالك، روحي عزي جارك لان هيطلعوكي من البلد، لان انت مش ذنبك ان تخلفي ولد زي ده. روحي اولا عزي جارك اللي انتوا قتلتوا ابنه، عزوه وقدموا واجب العزا، وشوفي ايه اللي يرضيهم واعمليه، وما تصرفيش على ابنك ده جنيه لانه كده كده هيتعب، وما تقعديش تشحتي وتعيطي، هو قتل واحد انت عايزه منه ايه؟ خلاص. وانسحبت. طبعا جابوا حد تاني او ما جابوش الله اعلم، بس اتفاجئت ان حكم الاعدام فعلا صدر من فتره وخلاص خلصت. بس انا مرضيه نفسي، يعني راضيه باللي انا عملته، مش دعوه بقى بحد تاني يكمل تحقيقه او بس انا كشخص. ممكن تتابع قضيه انت سبتيها تشوفي وصل لحد فين؟ مستحيل. فضولك بياخدك الحته دي؟ مستحيل خالص، مستحيل. انا تابعها حتى من بيت لبيت كده تشوفي خالص. ولا بيشغلني مين اللي خدها اصلا. اصل انا يعني ايه، انا كشخص بحب المهنه بعشقها، يعني مهنه المحاماه دي ممكن اكون اشتغلتها اول 2 أو 3 حبي ليها بصرف عليها. انا صرفت كتير على المحاماه، يعني انا قعدت 17 18 19 المحاماه ما ادتنيش جنيه بصرف عليها، زوجي اللي بيصرف عليها. يعني كنت بعمل قضايا كده، القضيه لو اتكلفت 10 انا اصرف عليها. بعمل للشهره بس. انا عايز مش شهره والله، ان انا لو شهره كنت اعمل اسم يعني قصدي. كنت بعمل اسم وعايزه اوري للناس انا ايه، عقليتي ايه، عايزه اوريك واوري لغيرك واوري لده انا عندي معلومات، انا عندي شجاعه، انا عندي حاجه حلوه في المحاماه عايزه اقدمها.
معايا. تمام. انا عندي نشاط حلو قوي، انا ممكن انزل في اي وقت عشان مهنتي، ودايما ما هنش المهنه. ولو لقيت حد يهين المهنه ما بسيبوش، اللي هو لا برد عنه حتى لو هان زميل لي. يعني افتكر في تنفيذ في اولى من كام يوم، الخصم محامي خصمي، يعني المفروض انا ما بردش، بنغلط في بعض عادي، يعني بنعديها، يعني احنا ضيوف كده مع بعض. بس انا ما بقبلش اهانه زميلي. والله البنت ما قالت له غير كلمه واحده، انت، ما قالتلوش غير انت كذا. هزقتها، قلت لها ما تقولش انت، هو مش نكره، تقولوا له يا استاذ فلان، رغم ان احنا مختلفين اصلا في التنفيذ، بس لا، انا عندي احترام زميلي قبل اي شيء. ساعات بيبقى في بينك وبين زمايلك لينك كده ان انت مثلا في قضيه ممكن تحليها من غير ما تلجئي للقضاء.